من أبرز الشركات العالمية المتورطة في تزويد جيش الاحتلال بتقنيات الذكاء الاصطناعي مشاهدينا شركة جوجل ومايكروسوفت وأوبن اي اي التي واجهت حملات احتجاجية في مختلف أنحاء العالم للمطالبة بإنهاء التعاقد مع إسرائيل. آخر هذه الاحتجاجات كانت خلال احتفالية أقامتها شركة مايكروسوفت بمناسبة الذكرى ال50 لتأسيسها، إذ قاطعت إحدى موظفاتها وتدعى ابتهال أبو السعد قاطعت كلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الشركة وهو سوري يدعى مصطفى سليمان، وقالت له أيديكم ملطخة بدماء الفلسطينيين، بينما رد هو عليها قائلا شكرا لك على احتجاجك لقد سمعتك. لنشاهد. 50,000 people have died, and Microsoft powers this genocide in our region. Thank you for your protest. I hear you. You're serious. I mean, know about this, Mustafa. I hear your protest. Thank you. Shame on you. You are a war profiteer. I hear Stop you. using AI for genocide, Mustafa. Stop using AI for genocide in our region. You have blood on your hands. All of Microsoft has blood on its hands. How dare you all celebrate when Microsoft is killing children? Shame on you all. Thank you. I hear your protest.